السلام عليكم ورحمة الله. في البداية يا جماعة نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وعافية يا رب العالمين. الله يجعل أيامكم كلها يا رب معطرة بذكر الله ورضا الرحمن. واليوم يا جماعة فيديو جديد. طبعا أكيد أنا اشتقت لكم كتير كتير. يا بنات، يا أحلى ناس، يا أحلى متابعين في الدنيا كلها. وطبعا اليوم بدنا نعمل يعني هيك حاجة بسيطة، بس يعني قبل ما نبدأ الفيديو أكيد بوصيكم دايما على اللايك والمشاهدة الكاملة يا جماعة. دايما بحكي في كل فيديو بدنا مشاهدة كاملة، لأنه المشاهدة الكاملة بتأثر على الفيديو، يعني عشان يعني تكون يعني نستفيد من الفيديو. يعني زي ما انتم عارفين كيف يعني الواحد خليه يعني كيف يمشي حاله يمشي وضعه. الحمد لله والشكر لله على كل حال. نبدأ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأي ذكر يا جماعة، أي ذكر اكتبوا لي إياه في التعليقات، بإذن الله إلنا وإلكم الأجر والثواب. ودايما يا جماعة أكيد زي ما كل يوم أو كل فيديو مثلا يعني بنذكر بعضنا، دايما ندعي دايما أو في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء دعاء الرسول عليه السلام كان يدعيه في كل صلاة. هذا يعني انتوا عارفين يعني الله بعيننا على الذكر. والذكر انتوا عارفين ذكر خير إلنا كتير كتير، يعني برجع الخير إلنا بالذات في هذه الأيام الفضيلة المباركة. الله يجعلها يا رب أيام خير، أيام بركة علينا جميعا يا رب العالمين. وبديش أطول عليكم، بس أنا يعني بس هيك حبينا نذكر بعضنا بس. فيعني خلينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين أنا حضرت للعجينة. اليوم بدي أعمل بإذن الله يعني اللي هو بيحكوا عنها اللي هي خلية النحل، بس أنا عاملها يا جماعة اليوم بطريقة تانية، يعني عاملها نظام فينو إني أنا بإمكاني إني أحشي الأولاد فيه جوا. تقعدوا تابعوا معي الفيديو ونشوف كيف مع بعض إن شاء الله. عندي هنا تقريبا أكتر من كيلو طحين، أكتر يعني من كيلو. جبته جاهز، ما كانش عندي طحين، جبت كيلو، يعني جبت 2 كيلو، يعني كل كيلو لحال. وحطيت عليهم 4 معالق من السكر ومعلقة ونص من الخميرة. حتى إيش الجو برد كتير كتير، فإذا حطيت معلقتين خميرة ما بيأثر، عادي بيكون أحسن وأفضل زي هيك. وما كانش عندي برضو حليب بودر، اللي هو جبت أنا اللي هو الحليب اللي شفتوه معايا، علبة مبستر، الحليب الجاهز، يعني سائل، ودرته بدل الحليب البودرة. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين معي. أنا بدي أوريكم هذا أنا اللي حير أمري، يعني احترت في هذا السيرج، مش عارفة إيش هو هذا. اللي إذا بتتذكروا الكابونة الكرتونة الطرد المرة استلمته، اللي هو الطرد الإماراتي، ما عندي. إذا بتراجعوا الفيديوهات بتشوفوه هذا السيرج أنا استلمته. فلما أنا انبسطت فيه كتير صراحة، بس لما أنا استلمته لما فتحته بديت أشتغل فيه بدي أعمل يعني الأكل، اتفاجأت إنه متجمد كله، يعني كله زي هيك. يعني أنا استغربت إنه هذا يعني سيرج ولا سمنة، بس هو مكتوب عليه للقلي. يعني زي هاي بدي أوريكم إيش مكتوب عليه، للقلي، يعني زي يعني للمقالي، إنه سيرج يعني زيت نباتي. فمتجمد، إذا حدا عنده زيه، إذا مر عليكم فأنا احكولي يعني ليش هيك هو. أنا محتارة والله فيه. غريب، أول مرة يعني أشوف سيرج هيك متجمد. وكل ما بدي أستخدمه، يعني زي ما انتم شايفين بدي أروح أنا هي شوية بدي أسيحه وارجع لكم تاني. غلبة يعني لما بدي احطه على المعجنات بدي اروح اسيحه على النار وبعدين احطه، بقدرش احطه هيك مجمد، ما بزبطش عشان العجينة يعني تزبط معايا. والحمد لله وشكر الله. ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله. وهيك بضل يا جماعة بأفرك الطحين فرك، هيك فرك بسيط في إيدي. لما أفتله هيك بصير بالآخر شكله زي هيك مرمل، زي الرمل. هي بديني هيك نعومة كتير كتير للعجينة. بعدين بأعجنه. طبعا المي بدنا نديرها على أي عجينة معجنات بالتدريج، لأنه كل طحين بيختلف عن التاني في شرب السوائل أكيد. وهنا خلصت أنا. بعدين حطيت أنا زبدة وعجنته بالزبدة آخر إشي، آخر 5 دقايق هيك. بعدين هي زي ما انتم شفتوا لفيته بكيس نايلون، لأنه الجو بارد، النايلون بيساعدني على إنه يختمر بسرعة. وبغطيه منيح منيح، بده شوية
نص ساعة وأكتر عبين ما يختمر معي. وحضرت الجبنة، وطبعا الحشوات على كيفك واختياري يعني، إيش ما بدك حشو، موزاريلا، حشوة الجبنة. أنا أكتر إشي أولادي بفضلوا الجبنة زي هذه جبنة البريجو زاكية كتير والله طعمها، أو جبنة شيدر، موزاريلا، أو لحمة أو كفت، أي حاجة يعني وحشة. بس أنا بفضل أولادي الجبنة أكتر إشي فبجيبها. وهينا أنا هنا بس غلطت غلطة أو تسرعت يعني، فأنا تعمليش زي في هذه النقطة إنه كله قطعته وكورته. فأنا المفروض أخذت على طول قطعة وعلى طول عملتها وحشيتها، عشان ما أخدش معي وقت زي هيك. زي ما انتم شايفين المفروض على طول يعني اشتغلت فيه، أخذت القطعة واشتغلت فيها على طول بدون ما كوره زي هيك وصفه. فاهمين علي أكيد. وهيك أنا جهزته. شايفين إيدي يعني تقول ما شاء الله ميزان. لازم يكون طبعا خلية النحل تكون كل الكرات نفس الحجم. طبعا ما عنديش ميزان للعجين، كان أنا إيش وزنته. ففي هذه الطريقة إني بجور الكرة العجينة تجوير بسيط، وبلفها وبسكرها كتير تسكير محكم عشان ما تفكش معنا لما تنتفخ وتخمر. بسكرها تسكير منيح منيح زي هيك، وبلفها زي ما انتم شايفين بهذه الصورة. وعادي جدا يعني، كمان والله بكون أذكى كمان، لأنه إذا ما انحشتش يعني. برضه أنا عملت لي أكم من حبة زي هيك محشيين، وبالآخر حكيت لا بدي أكملهم فاضيين عشان بدي إياه أنا أستخدمه هيك، أحشي الأولاد منه، أفتحه وأحشي زي كأنه فينو يعني. فاهمين علي؟ فطلعوا والله بالحشي تحفة ورائع. في سر لأنه بتطلع العجينة من جوا خفيفة، وتطلع معانا يعني كيف مش مكتومة من جوا، وخفيفة خفيفة تطلع. إن كل ما قدرتي بعد ما هذا تخلصيه وتصفيه بالصينية زي هيك، كل ما قدرتي سيبيه يختمر لو أكتر من ساعة. كل ما اختمر هذا بيضله من جوا زي إيش بدي أحكي لك يعني، العجينة بتكون خفيفة من جوا ومش مكتومة، وزي الفينو المخابز يعني. سيبيه يختمر براحته. الاختمار بيساعد، زيادة الاختمار بيساعد على إنه تنجح معنا، سواء فينو مطاول أو فينو دوائر زي هيك، أو يعني زي هيك. فهيني خلصته. بعد ما يختمر بحط السمسم عليه، بحطوش وهو مش مختمر، بدهن وبحط السمسم. حطيت أنا دهنت طبعا سكر ومية عشان يلزق مع السمسم. زي ما انتم شايفين هيك خلصت أنا، وبدي أوريكم كيف. والله أنا لما حشيته فعلا كان رائع، أذكى من ما هو محشي جبنة. عملته زي سندوتشات. أنا حشيت منه أكم من حبة وكملته فاضي زي ما حكيت لكم. يلا الحمد لله والشكر لله. إحنا يعني هينا بنعمل للأولاد الموجود المتاح. أنا يعني يا جماعة بقدرش أنا أعمل على الفرن. أنا ما بقدرش أعمل، عفوا بقدرش أعمل على النار كل يوم أضل أطبخ، لأن النار بتاخد وقت وغلبة. فبختصر بحاول أني أنا أعمل أشياء على الفرن، عن فرن نار برا. وهنا يا جماعة أنا عملت معجنات، وابني راح إيش عمل عد مع أصحابه، اتشاركوا سوا وعملوا جناحين دجاج وشووا، عشان هو الجناحين نزلت سعرها يعني رخص، وهيك كانوا مبسوطين. وقالوا حكي لي ماما بدي أسوي أشوى، أتشارك مع أصحابي، اللي جاب حمص واللي جاب كل واحد كيلو جناحين، واللي جاب خبز واللي جاب مقبلات واللي يعني. وعملت له شوالي كم حبة بندورة ودقيت له إياهم على مع فلفل وثوم أكيد. وممكن أنت تشويها لو ما فيش فحم عادي على الفرن، على الشواية عندك في البيت اللي برا غزة طبعا. والحمد لله. وهيك انبسط وشوه، وحتى جاب زيادة عشان إخواته وعشان قال حرام ما يتطلعوش. فشوه وزبط بده يروح ياكل هو وأصحابه يعني. هنا طبعا يعني عنا هنا في بيت مش بعيد يعني. فأنتوا شوفوا معايا كيف بسم الله ما شاء الله، يعني منظر بس بيفتح النفس. المشاوي إيش حكاية إشي تاني يعني. شايفين كيف دايبة دوب ما شاء الله. وأنا تبلت له يا تتبيل مرتب أكيد، فانبسط عليهم يعني. فقلت يلا انبسطوا. كانوا مقطوعين الجناحين، لما رجعوا رخصوا عملوا. هذا يا جماعة كان فيديو اليوم. أشوفكم على خير. مع السلامة.